نيجي نتكلم على افتتاح متحف بحجم المتحف المصري الكبير، الناس تقول لك ازاي صرفوا 2 مليار جنيه؟ كان لازم تصرفوا يعني الفلوس دي كلها على المتحف. هيعمل لنا ايه المتحف اساسا؟ نكسب ايه احنا بتاع الناس الفقراء المساجين؟ انتوا بتعملوا متحف وانتوا عندكم ازمه اقتصاديه. حرام عليك، كنت عملت بيه محطه ميه. الفلوس دي تعملوا بيها 10 مدارس، 20 مستشفى. ناس كتير بدات تدخل مود المتحف. لازم كل الناس تتنقل للعاصمه الاداريه عشان هنا في محميه طبيعيه لازم تبان. محميه طبيعيه لازم تبان في البلد. شفتوا امبارح العاصمه؟ شفتوا مدينه الفنون امبارح؟ ما هو ده البناء المصري. هتقولي طب ما انت يا فندم عملت العالمين وعملت 24 مدينه وعملت العاصمه الجديده وعمل الحي الحكومي وعملت كل ده. ايوه، طب هل الكلام ده كان ممكن يعوض ويخلي الناس تعيش بشكل افضل لو ما عملتوش 100%؟ ايه؟ لا اعظم واكبر متحف في العالم يا دكتور مصطفى، مش كده يا دكتور عاصم؟ صحيح يا فندم. لو ما اتعملش يبقى احنا بنضيع البلد دي وبنضيع الناس. بنضيع البلد دي ونضيع الناس. يا جماعه المثلث اللي فوق ده الناس بتسال هو ايه؟ اللي هو الطوب ده المكسر، اللي هو الطوب بقى اللي هم مدارينه، اللي هم على الاثار اللي هم مين بقى؟ اللي هم انهم قوم جاهلون. طب احنا في خير ونعمه؟ ايوه والله العظيم احنا في خير ونعمه والحمد لله رب العالمين. انت اخر فرعوني تقريبا فضل؟ لا، في فراعنه كتير بس انا اول فرعوني ظهرت. اتكلمي على الملك توت، عاملين صفحتين عنه. احنا هنا فراعنه، احنا طلبنا فراعنه، احنا مش مصريين. عاملين صفحتين مختارين 14 قطعه من اهم القطع. حاكين تاريخهم، حاكين اهميتهم، علشان برضو يعني الناس تبقى عارفه قبل الزياره ولما تقرا يبقوا عارفين. انا فرعون بكلمك، يعني انا دلوقتي فرعوني مش مصري والله العظيم. والله. من فراعنه؟ انا من عائله رمسيس الاول. من عائله رمسيس الاول. انت اسمك ايه؟ انا اسمي تحسمس. سرقه الاثار في مصر، احنا عندنا مشكله، عندنا كم اثار كبير جدا. البلد ديت مليانه اثار مكتشفه وغير مكتشفه. عن موضوع الاسوره العالم كله مهتم بيها. خد اكتر من حجمه بكتير جدا جدا. اللي هو سرقه الاسوره. اختفاء، سرقه، البعض قال اختفت والبعض قال سرقت. اختفاء الاسوره بتاعت الاسوره الملكيه. ملك انا مش عارفه انطق اسمه. اسمه نيلسون الثالث. 600 جرام 600 جرام يبقى حسابهم 180,000 جنيه. 3300 دولار بس وراحت باعته في الساغه وسيحوه في الساغه وقصه نقطه في الاسطوط وانتهت. خلصت. مين الغطاس؟ اخصائيه ترميم في المتحف المصري خرجت من غير تفتيش خارجه من المتحف بدون ما يفتشوها ومن غير كاميرات. ازاي؟ تعلم ان هناك في مكتب للشرطه جوه غرفه الترميم ولا ما فيهوش؟ قالوا ان شرطه السياحه بيبقى ليها مكتب في الحته الفلانيه. يعني اصل دي اللي مساله أنا أعرفه يجب. واتقال لي قدام فرد الشرطه اللي فتح المركز عشان ابص عليه، اتقال ان هو بيقعد في الحته الفلانيه. انا دقيق في كلامي. اتقال بقول الكلام اللي اتقال لي. انا عايز اقول لك حاجه ثانيه كمان من اللي قالوا لي بيقعد هنا. عسكري الشرطه اللي موجود قال لك انا بقعد جوه. قالوا قدامه هذا الموضوع وهو لم يعلق. فيبقى كده حضرتك بتقول لي تاني ان في شرطه. قالوا ان شرطه السياحه بيبقى ليها مكتب. وزير، احنا جالنا دلوقتي من مصدر امني في وزاره الداخليه انه مفيش مكتب شرطه سياحه داخل غرفه الترميم بالمتحف المصري. يبقى ممكن برضو الكلام اللي اتقال لي ما يكونش مظبوط. كان عندنا من اسبوعين موضوع الاسوره. اسوره اختفت المتحف المصري. النهارده شيء اكبر شويه، لوحه اتنشرت من معبد. يبقى زي الاسويره وممكن بعد اسبوع 2 3 يحصل نفس الموضوع. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ وعندك اثار كتير، فطبعا القدره على المحافظه عليها من الصعوبه بمكان. اختفت ازاي؟ طب في مصر ولا بره؟ دي زمانها في باريس. فين اللوحه؟ في نيويورك. اين هي؟ في برلين. هو كل ما تعمل جرد تلاقي حاجه مش موجوده. هناك اشياء تسرق ولا نعرف عنها شيء. ويحدث هذا قبل ايام من افتتاح المتحف المصري الكبير. يعني انتوا عارفين الحاجات دي يا جماعه بتتباع بقد ايه؟ بتكلم عن لوحه حجريه. وزير السياحه والاثار بعت لنا رساله، والوزير هيدور، وزير هيروح يشوف كل قطعه اثريه. اثارك كتير. ولذلك عندما تختفي قطعه والى اخره لا يحدث زلزال في مصر. قيل كلام كتير عن اللي سرقت. انا بقول لكم حاجات مش هتسمعوها في حته تانية. الست دي من اصل سوداني، ازاي اتعينت جوه؟ دخلت اشتغلت في الحته دي. من كان يبني الهرم الاكبر لابد ان يكون مصريا ابا عن جد. اشتغلت ازاي انا ما اعرفش.
ممنوع عامل اجنبي يخش يبني يحط حجر فوق حجر. ازاي اتعينت جوه؟ كانوا مسميين الاغيار اللي هم غير المصريين الخدم بتوعنا اللي كانوا جايين من صحراء التحن ومن تحت ومن فوق ومن تحمل جنسيه سودانيه. اشتغلت ازاي انا ما اعرفش. دول كانوا الاغيار، يعني الاغراب كانوا شغالين خدامين في بيوت المصريين. ده يشتغل في البيوت يوصل الميه لغايه بدايه هضبه الاهرام، انما اللي بيبني هم المصريين. حضراتكم لا خبر ايجابي جدا وخبر مبهج الحقيقه. اكتشاف جديد في عالم الآثار. لقينا مجموعة من التماثيل الكبيرة، طلعنا باب وهمي تحتهم بتاع اسم شخص اسمه ميسي. أنا بحب بورسعيد كلهم والنادي المصري وكابتن حسام حسن. ميسي ده كان كاهن المجموعة الهرمية للملك بيبي الأول. ما لقيتوش حاجة مكتوب عليها كريستيانو رونالدو بالمرة؟ طيب النهارده تم الكشف عن مقبرة أثرية ضخمة، مقبرة فرعونية تحت الأرض، فلقوا آثار ولقوا كتابات زي ما حضراتكم كده شايفين، وتم استدعاء خبراء آثار من وزارة الآثار فراحوا لو فعلا في مقبرة. تم فيه البلاغ انه في هنا آثار ومقبرة كلها أثرية، للأسف كلها نصبايا. شايف جبس عشان يجيبوا الناس اللي بتشتري الآثار ينصبوا عليهم شغل على ابوه زي ما بيقولوا، يعني اللي ايه بينصبوا على الحراميه. بس انت امام شباب كرييتيف. طب ما تيجي ناخد الشباب دول ونقول لهم طب ما تعملوا لنا حاجات حلوه، بتعملوا لنا تماثيل في ميادين. شايف كل ده مش جبس. اللي كان لبس بقى ورايح بقى ياخد المغاره. ايوه يعني الناس اللي اشتروا منهم الوقت قاعدين يا عيني اللي هم ايه اكلوه بالبلوزه الفرعونيه. اللي بعده معايا مين؟ التمثال الخاص بقائد الثوره العرابيه الزعيم الكبير احمد عرابي. هذا التمثال الجميل اللي كان مصنوع من الجرانيت تم طلاؤه باللون الاخضر. يا نهار اسود. بصوا منظر التمثال والنبي ده عرابي، ايه اللي خلاه اخضر كده؟ انا مش فاهم. ده الرجل الاخضر حاجه صعبه. لقينا الحصان يا عيني والرجل الاخضر عليه. والله برافو علينا، ده احنا عملنا شغل جامد جدا. تمثال الخديوي اسماعيل كان مطلي بماء ذهب. ده التمثال قديما ايه اللي حصل؟ هذا التمثال تم تشويهه. تم طلاء تمثال الخديوي اسماعيل بمادة الدوكو السوداء. استخدموا الدوكو الاسود اللامع، وشكل الخديوي بعد التعديل بقى شبه السفراجي. اللي بعده معايا مين؟ تمثال هو لسه جديد، عروسة البحر. وهذا التمثال جزء من مشروع الهوية البصرية الاسكندرية. ده يرضي مين الكلام ده؟ برضو يعني مش مفهومة اللمبة. اللي بعده معايا مين؟ تمثال الفلاحة المصرية. تمثال الفلاحة ده تمثال جميل جدا. رئيس حي العمرانية مر على التمثال فلقاه يعني وضعه مش مظبوط. إدارة الحي شافته متبهدل فقرر انه يطوره. لما نبتدي نجدده او نجمله. فلما طوره ايه اللي حصل؟ ايه بقى اللي حصل؟ عملنا احنا ايه بقى؟ الله، لقيناه واخد وش لاكيه. جابوا لاكيه ابيض. ده هذا هم دهنوه بشكل غريب جدا. ده هم بيدهنوه نفس لون الشجره. ده تمثال كان اسمه تمثال الفلاحه المصريه. اللي بعده معايا مين؟ ده بقى برضو تمثال انا برضو مش عارفه مين ده. انا اعمل واعمل بس مش بعمله ليا، مش باسمي. ده مش باسمي، مفيش حاجه باسمي، ده باسم مصر. سيدته صورة على المزارع من كتفنا وعمل ايدينا. شايدته صورة على المزارع من كتفنا وعمل ايدينا. والخمارة جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة. هي أول ما ترصده العين عند رؤية صور القصر الجمهوري المصري الجديد. فخامة الرئيس المصري سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي. طبعا الناس النهارده أخيرا شافت القصر بنفسها. سابوا الموضوع كله ومسكوا في القصر وكأنه عيب وكأنه حاجة يعني قبيحة. وحد يقول ايه انتوا بتعملوا العاصمة ليه؟ انتوا معاكم فلوس للحكاية؟ ضيعتوا فلوسنا وانتوا سبب. انتوا ما تدونا الفلوس دي نعيش بيها. قال لك كده، انتوا العاصمة دي سبب الديون. البلاد ما بتعيش كده. المشهد الأول هو مشهد الآية الكريمة اللي السيسي كاتبها على الحيطة فوقه وهو ماشي. ففهمناها سليمان يعني ايه؟ وقال فرعون لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. يعني هو آتى سليمان القدرة على الفهم لموضوعات لا يفهمها الكثير. انا رمضان جانا يا عم، انا نبي يا عم. ففهمناها سليمان
ففهمناها سليمان. لكن الوهم الرئيسي اللي هو فكره البطل، بطل المخلص، ان احنا بيحكمنا بطل انقذنا من الاخوان. انت صدقت ان انت موسى واخوك احمد مستشار احمد السيسي هارون؟ هم جاب دي صورها وقال لك شايفين فرعون ومش فرعون ومش عارف ايه. يا جماعه يعني اعتقد انه يعني العقل زينه. طب ماشي، ان تبوأوا لقومكم بمصر بيوتا وانتوا ايه؟ يهود؟ فعايز يبني حاجه كبيره جدا زي فرعون ويطلع الى اسباب السماوات، فراحوا عملوا له البرج الايقوني. الدوله اللي بتدعي وبتروج للناس انها بتحميهم وانها بتصنع المستقبل وانها بتصنع الامجاد وانها بتعمل مشروعات، ورا كل مشروع في مشروع قائم على الارض. مفيش حاجه اسمها قصر الرئيس او قصر، ده قصر الحكم، قصر الحكم. مش هقول لك مش موجود، كوبري منصوب ومدينه كذا، كم مهول من النهب وكم مهول من إهدار أموال الناس بشكل مخيف. فرجتوا على الفضايح والصرف والمليارات المنهوبة من بلدكم بيتعمل بيها إيه؟ يا فقراء قوي، يا شحاتين قوي. شفتوا الجربوع المقصوف المكسور المهزأ المتني وهو ماشي يتمخطر في قصر مكلفكم انتوا يا مصريين ما يقرب من 150 مليار جنيه، 3 مليار دولار. بقول لك الراجل ماشي يعني على خطى فرعون. احنا فاضل لنا مشهد واحد بس في قصه فرعون مع عبد الفتاح السيسي عشان كده تبقى جبرت، واحنا كده الصراحه قلوبنا تبرد والناس تتبسط. الايه الكريمه اللي في سوره يونس اللي هي فلما ادركه الغرق. احنا محتاجين يدركه الغرق عشان بعد كده نقرا الايه اللي بعدها فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. طبعا مظاهر الفخامة بدت واضحة من داخل القصر أيضا، بدءا من المباني إلى المقتنيات. تفاصيل القصر وصفت بأنها تحف فنية وبها قاعات واسعة وغرف للمؤتمرات. طب احنا دفعنا جنيه من الموازنة للعاصمة؟ طيب ماشي، بنينا عاصمة بلا شيء، بلا شيء، واحلف لك بالمصحف وبالانجيل وعلى التوراه وعلى القران، واحلف لك بكل ما يمكن القسم به ما كلفت الدوله من ليه. المساله محتاجه ايه اكتر من كده؟ طيب تقول لي بتعملوا ايه؟ في ناس تقول لي طب مش من ميزانيه، امال بتعمل ايه؟ بتحفروا بتجيبوا فلوس من الارض؟ لا والله، تجيبوا الفلوس منين؟ مش كده؟ كويس قوي السؤال ده. تضرب الارض يعني؟ لا، بتحفروا وتجيبوا فلوس من الارض؟ لا. طب بتتعمل ازاي؟ كل اللي انا بعمله طريق. اعمل طريق. بعمل طريق. برافو عليك. أيوة. هو ده بالظبط. ايوه نفكر تفكير علمي. حلو قوي، خلي برضو انه فهمنا الموضوع ده جاي ازاي. طب دفعنا جنيه من الموازنه للعالمين، ودي فكره ان احنا جبناها وبعنا الارض وبنينا وعملنا وخلينا وبقى عندي وفرات وعندي شركه وعندي. طب والله ما دام انتوا مش عاملين كده بس، والله العظيم ما خدنا جنيه من الدوله. مش كده يا دكتور معيط؟ هو الدكتور معيط معاه حاجه؟ صرفت على مشروعات غير أساسية، أكبر جامع، أكبر كنيسة، أطول برج في العالم، كل ده مال مهدر. كنت صرفته على التعليم وصرفته على الصحة. الأخ علاء الأسواني هذا الوجه القبيح ماسك مطرقة وبيخبط في حائط الوطن. دكتور عبد الخالق فاروق متخصص في قضايا الاقتصادية والفساد وخلافه. وأقدم رؤيتي وخبرتي لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية. مصر بلد فقير حقا. مصر بلد غني جدا جدا. احنا عندنا موارد لكن تدار الموارد بطريقة غير كفء اقتصاديا. واحد زي عبد الخالق فاروق عنده حقد، عنده رغبة. الدولة دي عايزة على الأقل من تريليون ل2 تريليون دولار في السنة صرف، يعني 50 تريليون جنيه. أنا عايز الدخل بتاعي ومعدل نموي يبقى 5 تريليون دولار عشان تصرف. تتكلم في تدي تعليم، تدي صحة، تدي دفاع، تدي داخلية، تدي استثمار. 50 تريليون جنيه عشان أنا عندي 100 مليون، وعشان أنا معيش الفلوس ديت. الناس في مصر مظلومة، والناس في مصر ما بتاكلش كويس، والناس في مصر ما بتتعلمش كويس، والناس في مصر ما بتتعالجش كويس. ادي حقوق الانسان اللي انا اعرفها. صدعنا اننا فقراء قوي. محدش قال لك انك فقير قوي، انك فقير قوي ومش لاقيين ناكل. انا بقول لك بقى احنا فقراء قوي. لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي، بس عاملين قصر مش عند اي حد. مصر كلها لازم تبقى زي دي، مصر كلها لازم تبقى زي دي، وحلمكم يبقى كده. استفزاز ملوش معنى الا ان احلام السيسي لبناء العاصمه والقصور احلام واجبه التنفيذ. ازاي؟ لا تاكل ولا تنام ولا ترتاح. السياسة المالية فيها خلل جوهري وكمان في حالة تهرب ضريبي. تعال يا سيدي اتفضل واحكم.
تعالى يا سيدي ورينا هتعمل ايه. مصر اللي بيتقال انها ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا ما ينفعش تعيش بالسلف. احنا عايزين كام في دي؟ هنجيبهم منين؟ انت عندك اموال بتتصرف فيما يسمى الصناديق والحسابات الخاصه من 200 ل 300 مليار جنيه، وراسم السياسه الاقتصاديه ما يعرفش عنهم حاجه. عارفين يعني ايه ان انا اقول الصندوق ده انا بشرف عليه؟ يعني ان خدت جنيه مني يبقى لك الكلام. انت ما تطلعش تتدلع وتستعرض عضلاتك يا دكتور عبد الخالق واحنا ممكن نفتح الدفاتر. غير بقى انها فساد كمان، لانها مكافآت ضخمه بتتصرف وعربيات ضخمه بتشترى ومباني حكوميه ملهاش ضروره فخمه بتتبني. والاخطر من ده افساد اخلاق العباد لدرجه انه الناس اللي تعودوا من ضباط الجيش وضباط الشرطه والقضاه في العهد اللي فات ده على انه يكسبوا بهذه الطريقه ويربوا اولادهم بهذه الطريقه، مش هتعرف بسهوله لو جه بقى حكمهم صحابي ولا قديس ولا واحد من الاولياء، مش هيعرف يسلك معاهم بنفس القدر، لان انت مش بس افسدت احوال الدوله، افسدت اخلاق الناس ومعاملات الناس. قبض على عبد الخالق فاروق بسبب كتابه هل مصر بلد فقير؟ ده ضرب في اقتصاد دوله بتحاول ان تصلب طولها الاقتصاد. معايا مين يا فندم؟ اللي بعده معايا مين؟ كان هناك اقتراحات كثيره جدا جدا منها احنا قدمناها للسيد الرئيس شخصيا ولم نصل الينا راي رد. يطلع يتكلم يقول عملتوا ايه للغلابه؟ الاقتصاد المصري تحول اما ان نحصل على قروض واما ان نفرض جبايه على المواطنين. واحد صايع. لماذا لا يريد احد ان يقترب من المليارات الموجوده في الصناديق الخاصه؟ يا راجل اختشي على سنك. احنا اللي بنحط شروطنا مش الصندوق اللي يحط شروطنا. افكاره افكار حقيره، لا اسفه من احد معاذ الله. ده راجل مجنون، يعني معصوم ده راجل مجنون. من يقف وراء معصوم مرزوق؟ يا جدعان في ايدي يا اخوان. تم القبض على معصوم مرزوق، عنده اسهال حاد. مشروعات ليست مدروسه جيدا، هذه المشروعات يتم تنفيذها بقروض باهظه التكاليف. دكتور حسن نفع انا بكلمه باحترام وادب شديد يعني، والله يا دكتور حسن انت عار على مصر. تعالوا بقى من حسن نفعه الى احد هؤلاء المرتزقه. فين اللي بيتعمل في مجال مكافحه الفساد والاحتكار وضمان وجود منافسه ونزاهه وشفافيه هي اللي هتجذب راس المال الخارجي اللي بالمليارات الحقيقيه؟ ده بلال فضل ابوه يمني، هذا الحقير من اليمن فقد رجولته، اصله يمني، وفقد دينه. العاصمه الاداريه عبء على بقول لك انا هو نفس الشخص اللي بيقول توسيع، بقول لك العاصمه الاداريه عبء، وانا شايف انه يعني هو شايف كده. فيعني ايه انت شايف العبء؟ يعني انت مين؟ صحيح والله، يعني انت شايف العاصمه الاداريه عبء. دارس ايه حضرتك؟ دارس اقتصاد، دارس اسكان، دارس عمران، دارس مقدمه ابن خلدون، دارس ايه؟